مساء الخير على حضراتكم مشاهدي متابعي قناة الكرة على السريع في كل مكان. أهلا بيكم في فيديو على السريع عايز أتكلم فيه عن مباراة مصر وزامبيا. أكيد يعني منتخب مصر النهاردة لعب مباراة ودية مع زامبيا على استاد هزاع بن زايد، وكل دي معلومات حضرتك عارفها، يعني أكيد مش هتكلم فيها النهاردة. لكن أنا جاي أتكلم عن مباراة الجزائر القادمة. يعني أنت مثلا عامل ماتشين وديين، ده أول ماتش. كنا منتظرين اداء جبار، اداء فيه حماس، اداء يمكن مميز من جانب لاعبي المنتخب المصري، لكن للاسف شهدنا عكس ذلك تماما. اداء باهت، اداء فيه ميس باس كتير، اداء ما فيهوش انتشار ولا انسجام ولا تحركات تخلي فيه لعب سريع اطلاقا في الملعب. اداء ما فيهوش كوره حلوه تماما على الارض، وده خلى في النهايه يطلع لنا الاداء اللي احنا شفناه في مباراة النهاردة من المنتخب المصري امام المنتخب الزامبي. لانك لو بصيت معظم او مش عايز اقول كل الخطورة اللي كانت تعملها يمكن لاعب المنتخب المصري كانت عن طريق تريزيجيه قبل ما يطلع انه يخش لجوه ويشوط. سدد حوالي 3 4 شوطات كانوا اون تارجت وخلاص، ودول تقريبا الاون تارجت بتوعنا مع الهدف بتاع حمدي فتحي اللي كان في الدقيقة كام 93. بتسجل في الدقيقة 93 عشان تكسب فرقة هي التصنيف الثالث في يمكن القارة السمراء. يعني هي فرقة أكيد محترمة، ولكن مش الفرقة الجبارة مثلا اللي أنت ممكن تلعبها واللي هتلعبها بالفعل الماتش القادم، وهي منتخب أكيد الجزائر. وبالتالي أمور غريبة بصراحة تحدث مع روي فيتوريا أو روي فيتوريا زي ما تحب تقول، ومع لاعبي المنتخب المصري تحديدا، وتحديدا محمد صلاح اللي حاطين أملنا كبيرة عليه. ولكن انا ماليش دعوه دعم ولا ما دعمش ولا الكلام ده، انا مش هتدخل في هذه الامور ان شاء الله. ربنا ينصر اخواتنا كلهم والكلام ده كله. لكن انا دلوقتي لو بتكلم في الكوره، محمد صلاح النهارده مش عايز اقول ضايع في الاستلامات، ضايع في الباصات، ضايع في كل حاجه، ضايع في كل حاجه حرفيا. ولا تسديده عدله، ولا ارتو عدل، ولا استلامه عدله، ولا تمريره عدله، ولا اي حاجه عملها عدل. وبيطلعوا في الدقيقه كام 101. اللعب توقف والكلام ده كله، لكن نزل مصطفى فتحي لمس الكرة؟ لا. مصطفى فتحي عمل اي حاجة؟ كانوا عايزين يلمسوه الكرة، الحكم صفر رسم الماتش انتهى. بتطلعوا ليه في الدقيقة دي؟ مش عارف. ما كانش عندك حلول خالص وعمال تبدل مركز بمركز، ده ازاي؟ معرفش. طب حاول انك تغير الطريقة مثلا، ولكن للأسف الشديد روي فيتوريا عمال يبدل محمد حمدي بدل اللاعب فتوح. حاسس ان هو مثلا ممكن يعمل اللي ما عملوش فتوح. بالاضافه الى يمكن عمر كمال بدل محمد هاني. ما بين الشوطين زيزو بدل النني كان من اللعيبه الكويسه، لكن زيزو بصراحه لما نزل لا ليه تاثير هجومي اكبر. بس ليه ما تلعبش مثلا 4 2 3 1 وتفتح الملعب، تلعب 2 ديفندر بس، طارق حامد مثلا بجانب حمدي فتحي، النني بجانب حمدي فتحي فقط لا غير، وبواجبات هجوميه اخرى لمحمد نني، وتشد طارق حامد على الدكه وتنزل زيزو، تلعب 4 2 3 1 وتغير الطريقه. ليه 4 3 3 مصر عليها مثلا في ظل ان الاداء باهت وانه مفيش لعب كويس هجوميا؟ جرب تغير الطريقه طالما هي مباراه تغيرات، ويمكن ممكن تعمل فيها اداء مميز والكلام ده كله وتجارب لدى المنتخب المصري. وكوكا فين؟ انا كنت اتمنى جدا ان كوكا يشارك النهارده. امام عاشور لو كان موجود كان هيشارك اساسي اصلا، طالما انت عمال تجرب في لعيبه والكلام ده كله. كوكا ما نزلش ليه؟ مرموش برضو من احسن اللعيبه، هي الجبهه الشمال النهارده هي كانت حلوه بصراحه. اما جبهه الشعر الطويل دي اللي بتاعت هاني مع نني مع صلاح في الشوط الاولاني برضو ما كانتش احسن حاجه، والشوط الثاني برضو بعد نزول زيزو طبعا هو اللي عمل اسيست بعرضياته فقط لا غير. وحاولنا نسدد بعد فشل خلاص محاولات تريزيجيه ناحيه الشمال. بعد كده قعدنا نعمل عرضيات لحد ما واحده نجحت، والحمد لله عدت من الدفاعات الطويله. وده ياكد لك ان الحلول مش متاحه تماما، وده بياكد لك برضو ان انت لما تلعب تصنيف اول ومنتخبات تصنيف اول، الحلول اصلا صعب انك تبحث عنها وسط هذه المنتخبات الكبيره. فانت لازم تسهل لنفسك بعض الامور اللي تخليك بقى تظهر بشكل احسن بكتير في الفتره القادمه، لان انت المفروض يكون عندك احسن بكتير. والله اعلم، مش هقول لك المنتخب عنده احسن بكتير بالحماس ده اللي عند المنتخب والروح، ما اقدرش اقول لك ان المنتخب عنده احسن بكتير، لكن انت المفروض لازم يكون عندك احسن بكتير، لانك هتلاعب منتخبات اعلى بكتير. وطبعا بعد ما القرعه تتعمل ان شاء الله انتظروا فيديو بقى واحنا قاعدين كده وهنتكلم عن بعض الاخبار الهامه جدا، فانتظروا الفيديو باذن الله. لكن المباراه طبعا انتهت بهد رائع جدا، في اول مره تقريبا تعدي من مدافعي منتخب زامبيا اللي كانوا ممكن يحسموا اللقاء في اي لحظه، وضيعوا انفراد الشناوي تصدى ليه. ولولا الشناوي صراحه في كذا كوره ومع النادي الاهلي تحديدا ايضا، بالاضافه الى منتخب مصر، فهو متالق بصراحه الفتره
الفترة الحالية، مع طبعا يعني رأسية في الشوط الثاني بجانب القائم، يعني فرص برضو المنتخب الزامبي، وعاملين عليك برضو كان جيم هجومي مميز على دفاعات منتخب مصر اللي ليها بعض الأخطاء والشكل الدفاعي الوسط، بالتالي بعض المشاكل اللي عايزة علاج وعلاج كبير قوي. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده، انتظروا بقى فيديو يمكن مسائي بعد طبعا يعني اجراء قرعه كاس الامم الافريقيه، بالاضافه الى الاخبار الهامه جدا في الكره المصريه والكره العالميه. انتهى الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.